بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. النهاردة بقى يا حبايبي من نص كيلو دقيق. بصوا هنعمل بقى احلى قرص تحفة. بصوا بقى شكلها وجمالها. من نص كيلو دقيق هنعمل 15 قرصة. بصوا بقى اقتصادية وجميلة جدا وبحشوة مختلفة. بصوا هنعملها بحشوة القرفة، هتطلع معاكم تحفة بجد. جربوها كده واستنى بقى رأيكم بقى في التعليقات يا حبايبي. بصوا بقى شكلها جميل ازاي، ما شاء الله، هشة وتحفة. كمية ما شاء الله. بصوا اقتصادية جدا، موفرة، تنفع بقى في اللانش بوكس، هتنفع للمدارس، تنفع للفطار. جميلة جدا. بصوا بقى الكمية كبيرة جدا ما شاء الله. كل ده من نص كيلو دقيق بس. يلا بقى بينا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل القرص الجميلة دي ازاي مع بعض. يلا بينا يا حبايبي، بكل بساطة، بمقادير بسيطة جدا. اللي محطش لايك يحط لايك يا حبايبي بقى، ويشترك في القناة، واستني منه فيديوهات حلوة جدا يا حبايبي. يلا بقى ندوق بقى القرص الجميلة بتاعتنا. بصوا بقى الجمال، هشة وتحفة جدا. بصوا ما شاء الله، بصوا حاجة كده بجد عظمة. بصوا بقى ما شاء الله. بصوا بقى الحشوة هتعجب الولاد جدا يا حبايبي، جربوها بجد جميلة جدا. بصوا الطعمة، هاتوا بقى كوباية شاي بلبن كده حلوة. يلا بينا بقى نفطر مع بعض. هستنى بقى رأيكم في التعليقات يا حبايبي. ومعايا هنا نص كيلو من الدقيق يا حبايبي، نخلينه كويس. هننزل عليه بس رشة ملح وبيكنج باودر. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، طبعا نخلينه كويس جدا. هنبتدي بقى نشتغل مع بعض. معانا هنا رشة ملح، معانا معلقة ممسوحة بيكنج باودر، ومعايا هنا نص كوباية سمنة على زيت. حابين تستخدموا سمنة بس، زيت بس، براحتكم. انا بحب اسخنهم على النار عشان القرص بتاعتي تبقى دايبة وجميلة. حابين تستخدموا على البارد مفيش اي مشكلة، عادي جدا. هنبتدي بس نبس بقى الدقيق مع السمنة. بس خلي بالكم لو السمنة سخنة بمعلقة كده، وقلبوها في الاول. ومعايا هنا الخميرة، معلقة خميرة ممسوحة على معلقة سكر، وسبتهم يختمروا ونزلت بيهم. وهنقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كده، وهنبقى ننزل بشوية شوية المية. مية يستحسن تكون دافية عشان تختمر معنا بسرعة، بس ما تكونش سخنة طبعا عشان الخميرة بتاعتنا ما تفسدش. وهنعجنها كويس جدا لغاية ما نخدمها كويس. اهم حاجة نخدمها كويس يا حبايبي. نفضل نعجن فيها كده مدة ما تقلش عن 10 دقايق او 12 دقيقة، لغاية ما العجينة بتاعتنا، بصوا بصوا لسه مقطعة. نعجنها تاني لغاية ما ايه، نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. وخلاص كده بدل لمت معانا العجينة كده وخرجت من البولة. بصوا ما شاء الله ناعمة وجميلة. هنسيبها تختم وكده. خلاص العجينة بتاعتي اختمرت ما شاء الله. بصوا ما شاء الله. بصوا تمام. بصوا العجينة ما شاء الله طرية ازاي وفيها مطة. هنبتدي بقى نشتغل مع بعض. الحشوة بتاعتي معايا هنا سمسم محمص، معايا هنا سكر على قرفة، ومعايا مية. بس كده دي الحشوة بتاعتنا يا حبايبي. هنبتدي بقى نقطع العجينة حسب ما انتوا حابين. انا هنا اقطعها مش كبيرة قوي، متوسطة بس كده في الحجم ده. بصوا كده ما شاء الله. وهنبتدي بقى نحشيها مع بعض. هناخد بقى القرصة بتاعتنا، هنفتحها كده ونبتدي بقى نحشيها. معانا هنا السكر على قرفة، هناخد معلقة كده حلوة ونبتدي ايه، نحطها في القرصة ونبتدي ايه نقفل. مش عايزين ايه نبططها قوي عشان القرفة والسكر ما يخرجش منها حبايبي.
هنعملها كده زي السرة وننعمها بايدينا اهي، بقت معانا تمام. هننزل كده بقى في المية، ومن المية على السمسم بس كده. بصوا بقى الجمال. وهنبتدي بقى ننزل في الصاج ونرص كده ايه، مش هنبططها يا حبايبي، احنا هنسيبها كده عشان ايه السكر ما يطلعش منها بره، هنسيبها كده زي الكايزر. ناخد قطعة عجينة كمان ونبتدي بقى ايه نحشيها. هنبططها بايدينا كده وننزل بالحشو. جربوها هتعجبكم جدا جدا، جميلة بجد. ومش هنقفلها قوي يعني ايه، هنقفلها ايه بالراحة عشان نحاول ايه السكر ما يطلعش بره ايه، بره القرصة بتاعتنا بس كده. بصوا جميلة ازاي. هننزل بقى في المية كده وهننزل في السمسم. بصوا بقى مفيش ابسط من كده. خلصنا الكمية كلها ما شاء الله. النص كيلو دي اعمل لي 15 قرصة، اقتصادية جدا. طبعا انتوا عارفين القرصة بتتباع بكام، هتوفروا كتير. جربوها بجد جميلة قوي يا حبايبي. وكده هندخلها بقى على الفرن ونشوفها مع بعض. بقى لغاية ما تاخد لون حلو. هنبتدي بقى. بصوا طلعت من الفرن ما شاء الله هشة وتحفة. بصوا بقى لونها، جربوها بجد جميلة جدا. مش تاخد منكم 10 دقايق وهتعملوا بص كمية حلوة جدا. وما شاء الله القرصة يعني حلوة ومشبعة. بصوا بقى ما شاء الله. اللي وصل هنا بقى ما ينساش بقى اللايك يا حلوين للقرص الجميلة دي. يلا بقى قوموا اعملوها كده للفطار، جميلة قوي. واللي وصل لهنا بقى ما ينساش بقى اللايك والاشتراك في القناة. وانا بحب اشكر كل اللي كان بيكتب لي كومنت حلو، وانا غبت عليكم معلش، ان شاء الله هنتواصل مع بعض. وانا بحب اشكر كل حبايبي اللي بيتابعوني، وانتوا وحشتوني بجد كتير كتير. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.